يلا بينا نعمل برجر فراخ من غير فراخ. هاتي نص كيلو من البطاطس، قشريها واسلقيها كويس قوي. بعدين هاتيها ننزلي بيها في الكبة واضربيها ضرب ناعم. وبعدين فضيها في بولة، وما بين كل ضربة وضربة كده افتحي الكبة، نزلي الجوانب علشان تتضرب معانا كلها بنفس نفس القوام. انزلي كده في بولة. وبعدين جبت ربع كيلو من الحمص، سلقته سلقا مبرحا يعني لحد ما استوى خالص. هضربه زي ما ضربت البطاطس كده، وهنزل بيه على البطاطس بتاعتي زي ما انتي شايفة كده، كل حاجة مضروبة ضرب ناعم يعني. بعدين جبت فلفل الوان اصفر اخضر احمر، وبين كل لون نص فلفلاية بس، وحطيت عليهم بصلاية. هضرب كل ده لكن مش هضربه ضرب ناعم علشان ما ينزلش مية معايا ويفك البرجر مني. هحط بقى كل ده مع كيس برجر، خلطة البرجر، معلقتين دقيق على معلقتين نشا، ملح وفلفل، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، وبابريكا. هقلب كل ده لحد ما يبقى معايا عجينة كده. هجيب بعد كده مخبز البرجر بتاعي. لو ما عندكيش مكبس برجر ممكن تجيبي اي غطا، برطمان عندك ينفع، مفيش مشكله. هاتي بقى بعد كده ايديكي حطي فيها زيت خفيف خالص. حطي كيس تحت وكيس فوق، وما بينهم خلطه البرجر بتاعتنا، سوري البرجر. شيلي الكيس اللي فوق، حطي بداله ورقه زبده. هعمل معاكي واحده تاني واكمل انا بقيه الكميه عشان ما اطولش عليك. حطي كميه تحت وفوقيها كيس، اكبسي بالمكبس. شيلي الكيس اللي فوق، حطي مكانه ورقه الزبده وشيلي عليها. وبعدين بقى حطيه في الفريزر عندك لحد ما يجمد. انا الامانه سبته ورحت الشغل وجيت عملته تاني. حطي بقى في اول بودنج كده، حطي معلقتين دقيق على معلقتين نشا على نفس البهارات اللي حطيناها في البرجر بتاعنا. وبعدين حطي معاها ميه لحد ما تبقى سايله عندك كده. وبعدين شيلي من الخلطه دي، حطي في الفيجيتار الكريسبي ده، بيبقى حلو قوي، بيدي طعم وقرمشه كده للبرجر. بجد بيبقى جميل قوي. هخلص بقى كل الكميه اللي عندي وهروح على طول على زيت ما يكونش سخن قوي ولا هو بارد قوي، يعني معقول. هنزل بالبرجر بتاعي وما هقلبش خالص لحد ما ياخد لون معايا علشان ما يتقطعش مني. اول ما تلاقيه اخد لون من الجناب كده، اقلبيه الناحيه التانية. بص بقى، ولا بيكش ولا بصوا طعمه تحفه ومشبع جدا جدا. وكمان هيعجب الولاد، وتغيير في الصيام حلو قوي قوي قوي. وريحته هسيبك انتي تشميها لما تجربيه ان شاء الله. دي واحده انا كنت فاتحاها كده عشان اشوفها. بصوا حلوه قوي قوي. انا للامانه اول مره اعمله واكيد مش اخر مره. وعلشان القيصر ده للعيش للعيال التوتو، انا ما جبتش كايزر خالص غير لولادي، هم بيعملوا منه دلوقتي. لكن انا جبت رغيف ابيض كده، حطيت فيه البرجر بتاعي، حطيت قوطه بصل كابوتشي، حطي كاتشب مايونيز. طعمه تحفه تحفه تحفه. هتدمنيه طول الصيام او الوقت اللي باقي. هيعجبكم جدا، لازم تجربوه بامانه وتقولي لي رايكم ايه. بحبكم كتير. باي باي.